وبيخاف على يوندو وبيجري على المستشفى علشان سايبينها لوحدها، وبيروح بيلاقيها مستخبية في الدولاب وبيلحقها قبل ما المستشارة واخواتها يوصلوا لها. وتاني يوم بياخدوها المكتب حقوق الإنسان علشان تحكي لهم اللي حصل معاها، وبتقول لهم إنها كانت بتلعب مع جونيور وهي بتدور عليها. المدير فضل ينادي عليها، ولما راحت عنده دخلها مكتبه وعرض لها فيلم وحش، وبعدها بدأ يتحرش بيها، فهي خافت وجريت على الحمام تستخبى. لكن المدير عرف مكانها واعتدى عليها، ولما المدير حس ان في حد واقف على الباب كتم نفسها، وبيفتكر انه اليوم اللي سمع فيه صراخ من الحمام، وبيحس بالندم انه ما ساعدهاش. وبتيجي جونيور وبتحكي انه استغل حبها للاكل وخلاها دخلت مكتبه علشان يديها حلويات، لكنه اعتدى عليها، ويوندو شافته لكنه راح وراها وهددها انها لو اتكلمت هيموتها، وبيعمل لها حركة برقبته. وانه بيروح البيت وبيكون حاسس بالندم لانه كان قادر ينقذ يوندو لما